سلام صحابي. اليوم غنعاود لكم على القصة ديال امين والمرأة الغريبة اللي كانت كتبعو. ولكن قبل ما تنساوش ديروا سبسكرايب لاشين ديالي وجيمو كومونتير مور ما تسالي القصة. سلام، انا سميتي امين وهذا خويا الصغير شاهين. هو اقرب الناس ليا وصاحبي الوحيد اللي كنقول ليه كاع اسراري. كنمشيو للمدرسة بزوج وكنرجعو بزوج، كنديرو كل شي بزوج، وكنعسو في نفس الغرفة بجوج. كنبقاو سهرانين كنهضرو حتى كتجي ماما وكتغوت علينا باش نعسو دابا يلا، غدا خاصكم تفيقوا بكري باش تمشيو للمدرسة. وغير كتخرج كنبقاو كنضحكو كنكملو الهضره ديالنا، حيت كنبقاو نتنافسو شكون فينا اللي غادي يعيا الاول وغينعس. حتى كيجي بابا حتى هو كيخوت علينا وكيقول لينا إلا عاود سمعتكم كتهضروا غادي تنعسوا برا. وصافي حنا كنديرو عقلنا وكنعسو ديك الساعة. الصباح كنفيقو كنوجدو راسنا باش نمشيو للمدرسة، وحنا في طريق المدرسة كنسول خويا واش الأصدقاء ديالك كيضايقوك. ديما كيقول ليا لا، حيت عارفين عندي خويا كبير كيدافع عليا، خصوصا بعد آخر مشكل وقع. وحنا في طريق المدرسة وقفات واحد السيارة فيها واحد المرا دايرة نظارات ديال الشمس، وبقات كتشوف فينا ومشات. وهو يقول لي شاهين كتشبه السيارات اللي كتحضرنا منها ماما. فاش خرجنا من المدرسة لقينا نفس السيارة كتسنانا برا وبقات تابعانا. وفاش وصلنا للدار درت باش نشوف واش مازال تابعانا، ما لقيتهاش. قلت لخويا عندك تقول هادشي لماما وبابا، ما غاديش يبقاو يخليونا نخرجوا. صافي واخا، كنوعدك ما نقول لهم والو. في اليوم اللي من بعد شفت نفس السيارة، ولكن هاد المرة جات المرا اللي عندي وقالت لي السلامة ولدي، واش تقدر تمشي معايا؟ خفت بزاف على خويا، قلت ليها واخا، ولكن خلي خويا يمشي بحاله. وهي تقول لي انا اصلا محتاجاك غير انت. خويا الصغير مشى كيجري عند ماما وبابا باش يقول لهم شنو واقع، وانا مشيت مع ديك المرا. مشينا بالسياره وقفنا حدا واحد المقبره وطلبات مني ننزل من السياره. كانت لطيفه في الهضره ديالها معايا. مشينا لواحد القبر ما كان مكتوب عليه والو، وقالت لي كتشبه ولدي اللي مات. قلت لها سمحي لي بزاف حيت كنفكرك فيه. ضحكات معايا وقالت لي لا بالعكس، انا فرحانه حيت لقيتك. من بعد وصلتني للدار. فاش دخلت لقيت ماما وبابا كيتسناوني ومقلقين عليا. كان لي بابا فين كنتي، وماما قالت لي شنو دارك ليك هاد المرأة. قلت ليهم والو، غير كانت تلفا وريتها الطريق. وبابا هز التليفون ديالو واتصلوا بالشرطة، قال ليهم صافي راه لقيناه. في اليوم التالي تلاقيت نفس المرأة وسلمات عليا وعطاتني كيس ديال الحلوى. قلت لها ما قدرش ناخدو حيت والديا مانهين عليا ناخد شي حاجة من عند شي حد. قالت لي الله يرضي عليك، واش ممكن نطلب منك طلب؟ واش ممكن تبقى تزورني في المنزل ديالي؟ بقات فيا قلت ليها واخا. وليت فاش كنخرج انا وخويا نلعبو كنمشي عندها بلا ما يشوفني. في الاول كنت كنكون كنلعب بالالعاب ديال ولدها وهي كتخيط وكتبقى تشوف فيا. كانت كتبقى تضحك معايا، ومن بعد كتقول لي بركه عليك اليوم باش والديك ما يتقلقوش عليك. كنسلم عليها وكنمشي بحالي وكنرجع نلعب مع خويا وصاحبي. فاش كيسولوني فين كنتي كنقول لهم كنت مخبي باش تقلبوا عليا. وليت ديما كنطلقها هذيك المرأة حتى تعلقت بها، وحتى هي ولفتني بزاف. واحد النهار وراتني الغرفة ديال ولدها وقالت لي من نهار مات ما دخلتش الغرفة ديالو. جلست على المكتب ديالو ولقيت فيه بزاف ديال القصص، وهي تقول لي تقدر تجي وقتاش ما بغيتي، وهي تخرج وخلاتني بوحدي. وانا بديت كنقلب في القصص حتى لقيت واحد الملف مكتوب عليه ملف خاص. شويه وهي تعيط لي المراه وقالت لي بركه عليك باليوم، غدا ورجع. خبيت الملف حتى نرجع ونقراه. الصباح منين ساليت القرايه طلبت من شاهين باش يرجع للدار بوحدو. شاهين شوف راه عندي شي بحوث خاصني نديرهم،
غير سبقني للدار. علاش ما بقيتيش كتهتم بيا كما كنتي؟ عنكتو قلت ليه خاصك تعتمد على راسك، راك كبرتي وما بقيتيش صغير. تفارقنا وكل واحد مشى في طريق، حتى قطعتني السيارة ديال السيدة. هبطات الزاج وقالت لي واش عندك الوقت نمشيو نشربو الشاي؟ وافقت ومشيت معاها. مشينا لواحد المقهى وقالت لي كنت كنجي ديما انا وولدي لهنا، ولكن انا استغربت كيفاش ممكن طفل يجي لمكان ممل بحال هذا. وانا نقول ليها واش ممكن نمشي معاك للدار؟ شفت واحد الكتاب عجبني وبغيت نقراه. مشينا للدار ديالها، واول حاجه قلبت عليها هو الملف اللي خبيت. سديت باب الغرفه وحليته، لقيت فيه بزاف ديال التصاور ديال واحد الوليد حتى ولا شاب كبير، ومعاه واحد البنت كتشبه المرأة بزاف. قلت مع راسي واش ممكن هادو يكونوا ولادها؟ وعلاش خلاوها بوحدها؟ شويه وانا نسمعها كتدق في الباب. خبيت الملف بسرعه وقلت ليها تفضلي. قالت لي الغدا واجد، يلا ناكلو. مشينا ناكلو وهو يصوني الهاتف ديالها. سمعتها كتقول علاش ما قلتيهاش ليا من قبل، عندي الضياف دابا. قطعات وقالت لي خاصك تمشي وما تجيش حتى نقولها لك. وانا خارج لقيت هذيك البنت اللي كانت في الصور مع وليداتها. قالت ليها بسبب هاد الولد تقلقتي حيت جيت. وانا نقول ليها شكون هادي؟ جاوباتني قالت لي هادي بنتي كتسكن في مدينة أخرى. قلت لها ولكن علاش ما حكيتيش ليا عليها؟ مهم أنا غادي نمشي بحالي. دازت أيام وما عاودتش تلاقيت هذيك المرأة. الصراحة كنت ديما كنتسناها، حتى لواحد النهار في المدرسة دخل المدير لعندي وقال لي بلي واحد المرأة كتقلب عليا. أنا تخلعت وانا نتفكر صاحبة السيارة. قلت يمكن هي توحشاتني. مشيت المكتب ديال المدير وانا لقى بنتها كتسناني. قالت لي بغيت نهضر معاك على ماما. وانا نقولها شنو عليها؟ صراحة تخلات عليها بزاف، وهو يقول لي المدير غير جلس ما تخافش. سولتني بنتها شنو كنتي كدير في المنزل ديالنا. قلت ليها هذاك السر بيني وبين ماماك. قالت لي خاصك تعاوني حيت ماما كدوز من فترة صعبة. قلت ليها عارف. وراتني الكبر ديال ولدها وهو كيشبه ليا، وهي كتونس بيا وكتحس بيه مازال عايش. بقات كتبكي البنت وقالت ليا خويا ما ماتش، خويا كبر وتزوج وهاجر لبرا وما عاودش رجع. اتصلت بيه بزاف وما كيجاوبهاش. قلت ليها ولكن هي قالت لي هو مات. قالت لي بلي هي مرتات ولات كتنسى، وباش ما تعاودش تفكر بخويا قلنا ليها راه مات غير كتنساي، وحتى الطبيب قنعها بنفس الهضره. الصراحه انا تصدمت، وقال لي المدير امين ما تعاودش تهضر معاها اولا غادي نتصل بوالديك ونعاود ليهم كل شيء. وهو قال المدير للفتاه بالاحسن تعرف ماماك على الاهل ديال امين وتحكي لهم الحاله ديالها. بنتها رفضات وقالت ليه لا، غير غادي تزيد تمرض، من الاحسن امين يختفي حيت ممكن تفكر كل شيء في اي لحظه. رجعت المرا كتباني وانا كل مره كنلقى ليها حجه باش ما نمشيش معاها، وهي كتخلق وكتسولني علاش، وانا نقول ليها وليت هي خاصمه عليا. عنقاتني وقالت لي انا ما باغاش ندير لك المشاكل وانا غادي نتقبل الوفاه ديال ولدي. بازتني ومشات، وكانت هذيك اخر مره نشوفها فيها. نتمنى تكون عجباتكم القصه ديال اليوم، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو القصه مع صحابكم. بيزو.